ظاهرة تعاقب الليل والنهار من أهم الظواهر لأنها بتنظم الحياة اليومية بتاعتنا، وتعد معجزة إلهية عرفها العلماء في أواخر القرن العشرين. بتحصل إزاي؟ نتيجة الشكل الكروي للأرض. الجزء المواجه للشمس بيخلينا نشوف النهار، والجزء البعيد بيخلينا نشوف الليل. بيتعاقب الليل والنهار في اليوم الواحد عشان الأرض بتدور حوالين محورها أمام الشمس. ظاهرة الشروق والغروب. دوران الأرض حوالين نفسها من الغرب للشرق خلى الشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب، زيتنا في دقيقنا يعني. انحراف الأجسام الساقطة زي الأمطار مش بتنزل بشكل عمودي أو مستقيم على سطح الأرض، بتنزل بزاوية. انحراف الرياح بتتجه يمين في نص الكرة الشمالي، وبتتجه يسار في نص الكرة الجنوبي. ليه مش بنحس بحركة الأرض أثناء دورانها؟ عشان انتظام سرعة دورانها، لأن الجاذبية الأرضية مخلية كل حاجة على كوكب الأرض بتدور في نفس اتجاهها، وبالتالي بتخليها ثابتة في مكانها مش بتنفصل أو بتتحرك. عشان كده كوكب الأرض هو الوحيد اللي عنده جاذبية مناسبة للحياة المستقرة. بيقولك إيه اللي هيحصل لو الأرض كانت ثابتة، يعني مش بتلف حوالين نفسها؟ الإجابة إن مش هيحصل الدرس بتاع النهاردة، يعني ولا هيحصل ظاهرة تعاقب الليل والنهار، ولا ظاهرة الشروق والغروب، ولا انحراف الرياح، ولا انحراف الأجسام. بيقولك جاذبية الأرض لو كانت قليلة زي القمر كنا هنطير في الهواء من أقل مجهود، لأن جاذبية القمر 1/6 من جاذبية الأرض. طيب لو كانت كبيرة قوي زي المشتري، إيه اللي هيحصل فينا؟ بيقولك كان الإنسان هيلزق في الأرض ومش هيعرف يتحرك.